ازاي قدرت اعمل من صورتي دي ودي ودي ايه الفخامه دي؟ هقول لك ومش هطول عليك، يلا بينا. كل اللي عليك هتنزل الابلكيشن ده، نزلته؟ طب يلا نفتحه. فتحته؟ طب يلا ننزله. بهزر معاك والله. كل اللي عليك هتدوس على علامه الزائد، هتخش على معرض الصور، هتختار صوره من عندك. بعد ما اخترت الصوره هتكتب نص. دي بقى اهم تريكايه محدش بيعرف يعملها بالطريقه الصح. لازما تعمل برومبت قوي ويفضل يكون بالانجلش. طبعا انا هنا كتبت له النص بالانجلش، قلت له انا عاوزه 8K في استوديو 3x4 لازما تكتب له كل حاجه انت عاوزها في الصوره، علشان لو ما عملتش كل حاجه صح في الابلكيشن ده صدقني هتمسحه. الابلكيشن ده حرفيا قوي جدا. نكمل بقى الخطوات. بعد ما تحط الصوره وتكتب له النص لازما تضغط على ايقونه الصوره دي. طبعا هو هنا اداني النتيجه. الصوره طبعا جوده عاليه جدا، بروفيشنال، تحس انك متصورها وانت في استوديو بجد. انا بقى العبد لله هسهل عليك كل ده وهعمل لك نصوص يا دوبك هتاخدها كوبي وتعملها بيست. طب فين بقى يا ميدو الاقي النصوص دي؟ هقول لك. هتدخل دلوقتي على الفيسبوك تعمل لي متابعه، عشان انا كل يوم بفضل الله هتلاقيني بنزل لك بوست ب3 صور فوقيها ال3 نصوص. انا هتاخد النص كده كوبي وتعمله بيست. خش دلوقتي، انت مستني ايه؟ ربنا ما هتلاقوا حد بيفيدكوا زي كده. كله